مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في امان، بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت. بس ممكن تعرفنا على حضرتك اسمك؟ اسمي سليم. سليم من تونس. منين في تونس بالظبط؟ بالظبط مدينة مطر. حضرتك صاحب المحل مصري؟ صاحب ده حبيبي، صاحب المحل حبيبي حاج محمود خلف الله مش المحامي. طب حضرتك مش محامي. حضرتك الحاجات المصريين بياخدوها اكتر حاجات بياخدوها ايه؟ تحب بجد يعني؟ بجد بجد المصريين او المسلمين عموما يعني. المسلمين اللي بتشوفوا كل اللي تشوف فيه كل يعني المسلمين والصايمين بيركزوا على الحلويات. لكن المصريين ديما الحلويات تكون خفيفه يعني ما يحبوش الحلويات الثقيله، هذه حلويات ثقيله يعني تبع المغرب العربي. يحبوا الحلويات المغرب قويه يعني وعسلها قوي. المصريين والمشرق بصفه عامه ما يقبلوهاش، يقبلوا الحلويات يعني الخفيفه اللي الحلاوه بتاعتها خفيفه، فاهم؟ طبعا التوانسه مختلف ياخدوا الحاجات دي. التوانسه ياخذوا هذه يعني كل ما هو دسم وسكري يعني نسبة سكر فيه عالية ياكلوها عادي. غير رمضان ما بياخدوش الكلام ده المصريين والله يعني اسألك انت المصري، انت مصري اسألك انت يعني. غالية تونسية في مصر في هنا صح؟ في يمكن انواع الكل موجود يعني انواع الكل موجود. فهمت المصريين هذوك اللي يتعدوا قدامك هذوك يعني الكرديجان الصخارة. لا الغالية التونسية، الصخارة التونسية مهتمة بحوار التونسيين هنا حتى من عهد المخلوع. حتى من عهد حتى من قبلها يعني في حاجات تتعدى وحاجات لا، حتى من عهد المخلوع. من سنين طبعا لكم حق تصويت في الانتخابات كده من سنين. من سنين. والاحزاب في تونس ما فيش احزاب، حزب واحد في احزاب لكن مع كده بيعمل الدعايه بتاعته الانتخابيه في فرنسا برضه. وانت اذا كان رحت القنصليه يعني حتنتخب الحزب هذاك بس. لو مش عاوزه ما تروحش، اما حتروح وتختار ما عندكش ما تختار. دلوقتي الوضع اتغير. لا خيار لا فؤوس، في خيار بس. دلوقتي الوضع اتغير الحمد لله. الحمد لله ثم نسبة حرية. ورئيس تونس دلوقتي اخباره المرزوق. أهم حاجة إنه نسلموا خطر. أهم حاجة. أهم حاجة إنه مقارنة باللي فات. نسبة نكمل رمضان كريم كل سنة وانتم طيبين ومرحبا بكم. مش عايز نقول حاجة لمصر. الشعب المصري. والله كل سنة وانتم طيبين وربي معكم العربية. الرئيس بتاعنا مرسي رئيس مرسي. صوار احرار هنكمل الحرية بس كسب الحرية ما سلمش فيها. طب عايز تقول حاجة؟ عايز تقول حاجة؟ بس مع الشغل خطة مصر كل سنة وانتم طيبين وبعيد عليهم. أكلمك لو يجي لي. عايز تقول حاجة لأسرتك وأهلك؟ وأسرتي وأهلي بقول لهم كل سنة ربنا يشفيهم. أنا أول ما بيكشفوا كوز عليا علشان أصل مش كذا. حاولنا نغير النمط المرة دي، حاولنا نتحرك ما نقعدش، حاولنا نخرج نشوف المحلات بيشتروا ايه، المصريين بيشتروا ايه او المسلمين بشكل عام بيشتروا ايه وبيحبوا ياكلوا ايه في رمضان. تقريبا نفس الوضع، لكن انا شايف ان النزعه الدينيه موجوده هنا برضو في المحلات. الشيخ كشك موجود، الشيخ محمود المصري، قرآن، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، كروان الاذاعه طبعا زي ما حضراتكم عارفين. يعني موضوع يعني شويه شرايط كده الخطب قرآن بالاضافه للاكل، يعني مش مجرد اكل بس، هنا برضو مهتمين بالروحانيات الدينيه. في حلقات تانية ان شاء الله هنحاول نجيب المساجد وبعد الجمعه وصلاه الجمعه وبعد التراويح قبل وبعد، وهنرجع تاني نتكلم عن الاكل. بعض التمر المجفف طبعا، والتمر اللي هنا اللي شهيره بيه الجزائر وتونس والمغرب العربي. برضو هنا هنلاقي اليميش، هنلاقي المخللات، هنلاقي المكسرات، لزوم بقى الكنافه والقطايف، وبعض العصاير هنا عشان الجو هنا حر جدا. يعني رمضان صعب هنا جدا السنه دي وطويل جدا، 16 ساعه ولا حاجه، ده من الفجر للساعه 10. لكن طبعا الناس بتفطر 10 بتنام 12 عشان تقدر تروح شغلها، فطبعا الفطار يعتبر ساعتين بس وبقيه اليوم كله صيام، فربنا يقوي الناس هنا. هنحاول بقى نخش على الحاج محمود، طبعا هو مشغول جدا، هنحاول نلقط منه سؤال او سؤالين، نتصور برضه جوه في المكان. اتفضلوا. الحاج محمود طبعا مصري جامد، يعني مصري قديم. هنلاقي هنا العلم بتاع مصر، هو طبعا متابع الثوره، وطبق هنا معمول عليه كليوباترا وهنا ما اعرفش مين، بس يعني حاجات فرعونيه، وبرده النزعه الدينيه موجوده، بالاضافه لعلم مصر هنا، علم مصر زي ما هو كده.
عايزين بقى نتكلم مع مع الشيخ محمود. حاج محمود، ازاي حضرتك؟ انا عايز بقى تقديمك كده لنفسك بخبره السنين. حضرتك موجود في فرنسا بقالك قد ايه؟ بقالي حوالي 37 سنة. ابوك كتير قوي. عمر تاني بتروح مصر طبعا. كتير. بتوحشك مصر. أكيد من مش عارف العالم بتاعها وعايز صورتها. بقالك كتير؟ تصوري بنت دي البنوتة؟ اسمك ايه؟ ايه؟ عطيات؟ عطيات. احلى اسم في الدنيا. عطيات، ايه عارفه ما تعرفش معنى عطيات؟ طب ما هو معناها طبعاً جميل. عارف. عارفه معنى عطيات؟ اسم ستها ماما. هدايا وحاجات جميله. انت منين بقى؟ مش عطيه واحده، ده عطيات كتير. انت منين يا عطيات؟ مصريه. بتتكلمي فرنساوي؟ طب تعرفي تقولي ايه بالفرنساوي؟ جو تغني تشانت. شنط بس كوا؟ انا معلمه مصري اساسي. أبو؟ موجودين يبقى المجال مصري. انت منين من مصر؟ شبرا. شبرا. اجدع ناس. عندك كام سنه؟ كلمي طنط. تغوا؟ تغوازون. 3 سنين. تغوازون. في الحضانه بتروحي الحضانه؟ بيقولوا عليها تروح المدرسه. تروحي المدرسه؟ شاطره؟ مدام مصريه لازم تبقي شاطره، ما ينفعش غير كده. اساسي. تحبي بابا؟ قد ايه؟ قد كل حاجه. بص تعالى كده. من حوالي 15 سنة. الجورنال ده من 15 سنه. الأهرام. المش المصري اكله فرنسيه. يقول محمود خلف. يعني انا كده ما حدش يتريق عليا. لا ما هوش فاهم. من 15 سنة يقرا كلام يقول ايه؟ ويقول الأستاذ محمود خلف صاحب ومدير من 15 سنة كده. صاحب مدير شركه ايكو للمنتجات المصريه. شركتنا تعتبر هي اول شركه تدخل السلع المصريه لفرنسا. بس طبعا المشي كان في الصداره زي ما احنا شايفين. الصدارة. لأن هو أعجب اللي هو عمل الموضوع ده بالمشي. معنى كده ان المشي الموجود ده عمره 15 سنه. لا ده بتغير. هيبقى عتيق قوي يعني. واحد لو كله هيتكيف منه قوي يعني. بتغير. ده 6 ابريل. والله 6 ابريل. حضرتك تعرف حاجه عن 6 ابريل؟ في طبعا بسمع عنها يعني. حلو ولا وحش؟ لا والله مش لا وحش ولا حلو يعني. ما في كتير في مصر في 6 ابريل وفي بتسمع الاعلام المصري صح؟ المصريه مثلا بتسمع كل حاجه بتسمعها بتصدقها ولا بتحاول تفكر؟ مميز بعقلي اكيد يعني مش كل حاجه بتسمعها بتصدقها. طب مش كل حاجه تسمعها عن 6 ابريل تصدقها. مع الاعلام دلوقتي وجماعه كل واحد بيطلع يقول حاجه. انا برضه بميز بعقلي يعني. تمام. انت عايز تقول حاجه بقى للشعب؟ الشعب المصري. الشعب المصري اللي بقى بيتكلم وبيقول رايه. انا والله العظيم قلبي معاهم وبحبهم كتير والله وحشتوني ونفسي اشوفكم واشوف مصر كده يعني. ربنا يعوض. عايز تشوف شبرا. على فكره شبرا كان لها دور جامد جدا في الثوره. شباب الثوره يعني مسيره شبرا لما كانت بتطلع كانت بترج الدنيا. قلت لهم بموت فيكم يا مصريين يا اروع شباب الكون. قاموا بثوره طبعا اكيد يعني. وبالتوفيق. وشبرا اجدع ناس. انا اعوذ بالله من كلمه انا عبد الرحيم محمد نشرف شبرا الشراويه. طيب حضرتك اكيد لك اسره في مصر. لا اكيد اسره في مصر. ممكن توصل لهم رساله برضه. والدتي واهلي واخواتي وان شاء الله رمضان يكون علينا وعلى الامه الاسلاميه بالخير. والثوره وكل حاجه حلوه تيجي بالخير ان شاء الله بعد عناء يعني. طيب عطيات. تيتا المصريه فين؟ في مصر ولا هنا؟ في مصر. بيقولوا عليها ستو عطيات. ستو. هتنزلي تشوفيها؟ ستو عطيات فين؟ في مصر؟ تحب تقولي لها ايه؟ وحشتينا يا ستو؟ بص للكاميرا وقولي لها حاجه. بص للكاميرا تقولي لتيتا عطيات ايه؟ وحشتيني؟ طب غني. تعرفي تغني؟ تغني تقولي ايه بقى؟ يا حبيبتي يا مصري. يلا. مكسوفه هي خلي بالك. مكسوفه مش مشكله. طب نغني علي الحجار؟ اللي بنا مصر. مزيد حافظه اغاني وطنيه. حافظاها دي كلها دي. وعشان كده مصري يا ولاد مصري يا ولاد حلوة الحلوة. انت اللي حلوة الحلوات. لا بحفظها بس هو بحفظها شوية. لا كل سنة وانت طيبة. فرصة العام أكيد. الله يخليك. الله يخليك. مش طبيعي احنا صايمين. عايز تقول حاجة سريعة عن الشعب المصري؟ لا الشعب المصري ايه هتطلع له فلوس ولا ايه؟ هو عايش في عز. انا كويس يعني. الشعب المصري من احسن شعوب العالم ثقافه وارض
تقول لهم ايه بمناسبه رمضان؟ كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله الايام اللي جايه هتكون احلى من اللي عدت مليون مره. طب انا مش هعطل حضرتك اكتر من كده عشان الزباين. ربنا يزيد كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. شكرا. هقابل حضرتك تاني ان شاء الله. شكرا يا حاج محمود. السلام عليكم. مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان.